احسن رجاله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى شابتر 3 في سروي. يلا. الوقت بيجري بينا، والدخول على الجامعات قرب، ودخول المدارس قرب، وكل حاجه محتاجين نجري شويه عشان احنا لسه في الاول. احنا ستيل في الميكانيكس. خدنا الموشن ان 1 دايمنشن، ما طبقناش قوي على الفيكتورز فيها لانها ان 1 دايمنشن زي ما قلنا، يا بوزيتيف يا نيجاتيف وخلاص. Now let's talk about motion in 2 dimension. and يعني اما نقول motion in 2 dimension تعمل حسابك ان انا خلاص بقى هاخد real applications on vectors، يعني هبدأ اطبق فعليا على الفيكتور. جميل يا رجاله، دي حاجه جميله. تمام. اول كونسبت في الموشن تو دايمنشن حاجه بسيطه جدا، نفس اللي احنا خدناه ومش هنزود كلام كتير، الا هو الديسبيسمنت، الا هو الفيلوسيتي، الا هو الاكسلريشن. تمام. خدنا نفس الكلام ده في الكونسبت او في الشابتر اللي فات، الكونسبت الاول برضه. تمام يا شباب. تمام، حلو جدا. طب انا هتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجات بسيطة كده. تعال let's start with displacement. تمام يا رجالة. ال displacement ألا وهي distance between two points or difference between the position, the final position and initial position. Right? Yes. لو أنا قلت لك إن ده معايا ال x أو ده معايا ال y وده معايا ال x، خد بالك I don't describe displacement with time now. تمام، يعني أنا مش بتكلم على displacement والتايم دلوقتي، أنا بتكلم على position. أنا دلوقتي بوصف جسم بس. قلت لك إن كان عندي جسم في البوزيشن ده، وليكن أقول عليه x initial and y initial. حلو يا شبابنا، وهعبر عنه بالفيكتور. ثواني عشان ايه؟ هعبر عنه يا رجالة فور اكزامبل بالفيكتور ده. تمام، حلو جدا. الجسم ده اتحرك يا رجالة في دايركشن وليكن أنا مش مهتم بيه، جه عندي في البوينت دي، بقى عنده x final و y final. اللي عايز افهمه لك اللي احنا ما خدناش الكلام ده السيشن اللي فات. السيشن اللي فات كنا بنتكلم في جسم بيتحرك كده وبيرجع تاني كده، ما عندوش بقى تحرك في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده، وما عرفش اتجاهات تانية غير الاتجاه الهوريزونتال. تمام، او في اي اتجاه بقى يعني عامة. آه الجسم ده هنعبر عنه بالفيكتور. طب نجيب لون تاني نعبر عنه بالفيكتور ده. صح يا شباب؟ صح. طب لو جينا بقى نشوف الحتة الفعلية اللي الجسم اتحركها، هنلاقي الجسم اتحرك أنا مش شايف، وليكن الحتة دي الجسم اتحرك مثل الفيكتور ده. صح يا رجالة؟ جميل جدا. من الهيد تيل ميثود لو فاكر واحنا بنجمع الفيكتورز قلنا ايه؟ انا يا رجالة هحط شوية رموز، هقول ان ده البوزيشن واحد R1، اقول ان ده البوزيشن فاينل او دي RI ودي RF، واقول ان دي دلتا R. اللي تقدر تفهمه هنا ان R1 زائد دلتا R يساوي الار فاينل. صح؟ اذا الدلتا R او الديسبيسمنت بقى بتاعت الاوبجكت تساوي الار فاينل كفيكتور ماينس الار انيشال. وهنا هيبقى اسهل لنا ان احنا نقسم كل واحده اكس وواي، هيبقى اسهل لنا ان احنا نقسم كل واحده اكس وواي. تمام. ليه بقى؟ فانت هتلاقي، او مش ليه بقى، اللي ليه يعني هو ده الاسهل. عامل ايه؟ دلتا ار او الديسبيسمنت للاكس هنلاقيها بتساوي ار فاينل للاكس ماينس ار انيشال للاكس. وهتلاقي ان دلتا ار للواي تساوي ار فاينل للواي ماينس ار انيشال للواي. صح يا رجاله؟ انت فاهمني؟ يعني من الاتنين دول كل واحده من دي ليها اكس وواي. طلعت وليكن اهو انا خدت الدلتا ار عندي. تمام. حتى الدلتا ار هتلاقي ليها الواي بتاعتها وهتلاقي ليها الاكس بتاعتها، مش الواي بتاعتها باصه لتحت كده والاكس بتاعتها باصه في الاتجاه ده كده، طلع لي الفيكتور ده بس. فانت بتطلع الاكس والواي بتاعت الدلتا ار، هتستفيد بيهم بس بعدين. تمام يا رجاله؟
وده زي ما احنا عارفين بانه في الاكس الدايركشن بتاعه بالاي، وده الدايركشن بتاعه بالجي، regardless بقى it's negative or it's positive. تمام تمام يا شباب، حلو جدا. دي كده كل حاجة ممكن تعرفها عن الديسبيسمنت. الديسبيسمنت كفيكتور قلنا عشان نسهل على نفسنا بنجيب الفرق في الواي والفرق في الاكس. يعني مثلا انا هديك مثال كده بسيط على طول. قلت لك ان الجسم الانيشال بوزيشن بتاعه كان عند 4 و2، اتحرك يا رجالة بسرعة ولكن أنا مش مهتم أعرفها، فالفاينل بوزيشن بتاعه بقى 8 و1. هاتلي الديسبيسمنت اللي هو قطعها. الديسبيسمنت محتاج الدلتا ار. دلتا ار بتساوي كام يا رجالة؟ بتساوي الفرق في الإكس والفرق في الواي، صح؟ 8 - 4 1 - 2 -1. خد بالك خد بالك إن دي لا تساوي إطلاقا، لا تساوي إطلاقا 4 - 8 اللي هي سالب 4 و1. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأنك هنا بتقول لي الجسم اتحرك 4 في البوزيتيف وسالب 1 وواحد في النيجاتيف، يعني في الواي يعني 4 في البوزيتيف أهو، 1 في النيجاتيف أهو. أدي ده كده الفيكتور. بينما هنا أنت بتقول لي اتحرك 4 في النيجاتيف وواحد في البوزيتيف، صح؟ 4 في النيجاتيف وواحد في البوزيتيف، يعني أنت بتقول لي الفيكتور أهو، صح؟ هل ده هل ده يا رجالة زي ده؟ أكيد لأ، أكيد لأ. فإذا ما تنساش الفاينل ماينس الانيشال، مش الانيشال ماينس الفاينل. تمام، حلو جدا. مش هنحشي كتير بقى في اي حاجه. تاني كونسبت، تاني كونسبت الفيلوسيتي. الفيلوسيتي حاجه بسيطه يا شباب، وانا لسه واخدينها. هي فيكتور كوانتيتي. بنتكلم في الفيلوسيتي يبقى بنتكلم على الدلتا ار اللي هي الديسبيسمنت، دلتا تي، والفيلوسيتي افريج. خد بالك فيكتور كوانتيتي، فيكتور كوانتيتي، صح يا شباب؟ جميل. بما ان الفيلوسيتي ايضا فيكتور كوانتيتي، احنا بنتكلم في الموشن ان تو دايمنشن، هنقدر نقسمها ل في اكس والفي واي، ولسه هنشوف الابلكيشن كلها، الابلكيشنز كلها. دي بتساوي الدلتا ار على الاكس على الدلتا تي، ودي بتساوي الدلتا ار على الواي على الدلتا تي، صح كده؟ لو عاوزين نجيب الفي كلها without the direction، خد بالك هجيب الفي اكس سكوير بلس الفي واي سكوير، صح؟ طب لو عايز اجيب الفي بالدايركشن هتقول لي الفي اكس in the direction of I زائد الفي واي in the direction of J، صح كده؟ صح. ستة الفيكتورز مثلتها لك بكل حاجة. ادي كل حاجة عن الفيلوسيتي. دي كده الفيلوسيتي افريج. الفيلوسيتي افريج احنا لسه واخدين حالا من السيشن اللي فات لو متذكر ان 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 الفي انستانتينيوس تساوي الليميت لما الدلتا تي جوز تو زيرو ل دلتا ار سوري اوفر دلتا تي، صح يا رجالة؟ بس دي كل حاجة عن الفي. كذلك هتطبق على الايه الاكسلريشن، والمسائل هتقابلناها، وهناخد ابلكيشنز لكل الكلام النظري اللي احنا قلناه ده، ما تتصدمش بس دلوقتي. الاكسلريشن زي ما خدناها الايه بتساوي دلتا في اوفر دلتا تي. هل في اكسلريشن للاكس والواي؟ اكيد، اكيد في اكسلريشن للاكس والواي، زيها زي الفيلوسيتي، زي الايه، زي الديسبيسمنت. بما اننا دخلنا على تو دايمنشنز، فاحنا خلاص بقى دخلنا في الشغل شويه، صح؟ دلتا في اكس مع دلتا تي، بينما الاي واي دلتا في واي مع دلتا تي. والله يا جدعان انا عارف ناس لحد دلوقتي still يعني don't understand this topic يعني، ودي حاجة مش كويسة خالص يعني. لأنه ماشي معاك في كل حاجة. أول ما نخش في السنتريبيتال هتلاقيك دخلت في المواضيع دي، أول ما نخش في الروتيشن والكلام ده كله أنت دماغك هتعلق، فيا ريت تفهم كل كلمة بتقال هنا. تمام. ال A توتال هنلاقيها بتساوي، خد بالك أنا أول ما استعمل الروت أنت تعمل حسابك إن أنا ما بجيبش غير إيه؟ غير ماجنتيود. تعمل حسابك إن أنا ما بجيبش إيه؟ الماجنتيود. أنا كده مش معايا دايركشن، صح يا شباب؟
يعني لما اقول لك ان الاي اكس مثلا كانت ب3 والاي واي كانت مثلا ب4، تقول لي ان الاي توتال ب5. هل في اي دايركشن؟ انا ما اعرفش، هي ب5 بس كده 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 اي حاجه انا ما اعرفش يعني فين. تمام. بينما بقى عايز امثلها بالدايركشن فعلا، هقول لك ان الاي بتساوي كفيكتور، يعني بتساوي الاي اكس في اتجاه الاي بلس الاي واي في اتجاه الايه الجي. سؤالين خفاف كده يا رجاله let's look together على السؤالين دول ونشوف بيتكلموا عن ايه. حلو جدا. يقول لك which of the following objects cannot be accelerating cannot be accelerating. هل object moving with constant speed، ولا object moving with constant velocity، ولا object moving along a curve؟ انا هديك انت بسيط وانت هتستعمل ذكائك. Acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. يعني change in direction حتى لو الماجنتيود هو يديك change في الاكسلريشن. يعني انا لو قلت لك انا ماشي في اكسلريشن 5 في الاتجاه ده وخليتها 5 في الاتجاه ده، انا كده باكسلريت. مين اللي قال لك ان انا كده ماشي في كونستانت اكسلريشن؟ انا كده اكشلي باكسلريت. لو خليتها في الاتجاه ده انا كده باكسلريت برضه. تمام يا رجاله؟ يعني في اكسلريشن ماشيه في بتتغير الدايركشن. تمام. فيجي يسألك which objects cannot be accelerated. المفروض الانسر بتاعتك تكون قولا واحدا the object moving with constant velocity. طب تقول لي ليه؟ ثاني. طب تقول لي ليه؟ مش معنى اخترت الكونستنت فيلوسيتي؟ ولو شغل دماغك، كونستنت فيلوسيتي يعني اللي تشينج مش بيحصل في ولا في الدايركشن ولا في ولا في الماجنتيود. ليه؟ لانها also vector quantity. يعني انا قلت لك لو قلت لك مثلا لو قلت لك فيلوسيتي ماشيه في الاتجاه ده بقت في الاتجاه ده، ده انا كده عملت تشينج في الفيلوسيتي، يبقى دي مش اسمها كونستنت فيلوسيتي. تمام. بينما اقول لك كونستنت فيلوسيتي يعني ماشي في نفس الاتجاه، ماشي وليكن ماشي في الاتجاه ده مثلا، هفضل ماشي في الاتجاه بنفس الماجنتيود بنفس السرعه بنفس كل حاجه. وانما كونستنت سبيد معناها كونستنت في القيمه، كونستنت في القيمه، ولكن الله اعلم الدايركشن بيتغير ولا لا. كونستنت سبيد كونستنت في القيمة، ولكن الله أعلم الدايركشن بيتغير ولا لأ. يعني أنا مثلا ماشي بكونستنت سبيد في الاتجاه ده، وليكن هنا ب5، خليتها 5 في الاتجاه ده، 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 كل دول كونستنت سبيد. لأن السبيد سكيلر كوانتيتي ملهاش دعوة بالدايركشن، أنا ببص بس للماجنتيود أوف ذا فيلوسيتي، ماجنتيود أوف ذا سبيد. تمام. تقول لي هي 5 في كل الأحوال، في اي اتجاه مش فارق معايا، مش فارق معايا بص فين، هي اسمها كونستنت وخلاص. تمام. بينما السبيد لو قلت لك ان هي 5 بس ماشيه كده وبعدها ماشيه كده، دي مش اسمها كونستنت، دي مش اسمها كونستنت فيلوسيتي. تمام. فيلوسيتي لو قلت لك ان هي ب5 وبعدين غيرت في الدايركشن، دي مش كونستنت فيلوسيتي، دي اكسلريتنج بودي. من الاخر كونستنت فيلوسيتي لازم تحقق شرطين، نفس القيمه ونفس الدايركشن. ماشي ب5 في الاتجاه ده في الثانيه دي، لا نفس الاتجاه في الثانيه اللي بعدها ب5، نفس الاتجاه في الثانيه اللي بعدها ب5، مش بيتغير. تمام. ده لازم كونستنت فيلوسيتي لازم بتديك كونستنت اكسلريشن، لانه خلاص بيأكسلريت في نفس الاتجاه دايما، بيأكسلريت بنفس الاتجاه في نفس قصدي مش عمره ما يديك اكسلريشن. الكونستنت فيلوسيتي عمرها ما تديك اكسلريشن، لانه كده كده مش بيأكسلريت، هو ماشي في نفس الدايركشن بنفس الفيلوسيتي في كل ثانيه، في نفس الدايركشن بنفس الفيلوسيتي في كل ثانيه. وخد بالك أنا كده كده عشان اتشينج الدايركشن من ده لده اضطر اعمل اكسلريشن هنا شويه، عشان اتشينج الدايركشن من ده اضطر اعمل اكسلريشن في الاتجاه ده شويه. صح يا رجاله؟ صح. فاذا اللي عايز افهمه لك ان constant speed it may move with constant acceleration or it may move with acceleration and it may not. وانا مش عايز اوقع نفسي في الحته دي، هو اقول لك cannot be accelerated، يعني ما ينفعش accelerate، ما ينفعش accelerate قولا واحدا constant velocity. an object moving along a curve ده اكيد بي accelerate. ليه؟ لان الفيلوسيتي بتاعتك، يعني ايه بيموف along a curve؟ يعني مثلا بيموف على نص دايره كده، ده كيرف، ده اسمه كيرف. يعني مثلا انت ماشي بفيلوسيتي في الدايركشن ده، بقت في الدايركشن ده، بقت في الدايركشن ده، بقت في الدايركشن ده، بقت في الدايركشن ده انا اكيد باكسلريت، اكيد باكسلريت. فاذا دي برضو انسر قولا واحدا بي. عاوز افهمك حاجه، بص على السؤال اللي بعده وبيعتمد على نفس فكره السؤال ده. السؤال اللي بعده
بيعتمد على نفس فكرة السؤال ده. اقرا كده بسرعة. يقول لك ايه؟ consider the following controls an automobile. انت راكب على موتوسيكل. consider الكنترولز دي، انت ممكن تتحكم في الموتوسيكل بالحاجات دي: جاز بيدل بتاع اللي بتضرب بيها جاز بنزين يعني، البريك، الفرامل، والستيرنج ويل بتاع اللي بتحول بيها. تمام. the controls in this list can cause an acceleration. كام واحدة من دول ممكن يعملوا acceleration؟ بص يا حبيبي ركز فيه. acceleration vector quantity تعتمد على حاجتين: direction and magnitude. direction and magnitude صح؟ الجاز بيدل بيغير في الايه؟ بيغير في الماجنتيود، اذا تنفع لانه بيسرع طبيعي، بيديك بوزيتيف acceleration. البريك بتغير في الماجنتيود لانها بتبطئ، بتديك نيجاتيف acceleration. الستيرنج ويل بتغير في الدايركشن صح؟ اذا الانسر كان قولا واحدا التلاتة. تمام. ناخد اخر سؤال واللي بيوضح اكتر الفرق بين الفيلوسيتي والسبيد. اول سؤال، اخر سؤال بيقول لك a girl on a bicycle takes 15 seconds 15 ثانية عشان to ride halfway around circular track of radius 10 meter. يعني ايه؟ يعني في عندك بنت ماشية على circular track اللي هو ده، الراديوس بتاعه 10 متر، خدت 15 ثانية عشان تكمل الموفمنت من هنا تحدي بالباس ده لحد هنا. عايز الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد. خلينا نبدأ بالافريج فيلوسيتي عشان اسهل. الفيلوسيتي قلنا it doesn't matter the path you take, we only interested in the final position and the initial position. هات لي يلا ال distance between the final position وال initial position regardless the path. هتلاقيه 10 في الراديوس، عندك كمان 10 هنا اللي هو الدايمتر بتاعك. إذا ال displacement تساوي 20 صح يا شبابنا؟ إذا الفيلوسيتي كفيكتور، مش بقول السبيد دلوقتي، بتساوي 20 over 15 اللي هي كام يا رجالة؟ اللي هي 1.4 متر بر سكند سكوير، متر بر سكند بس بص. حلو. على السبيد بقى، السبيد هو قطع الباس، فالسبيد بيهتم بالباس. إذا عشان أجيب الحتة دي، الحتة دي هي إيه؟ الحتة دي بالنسبة لي هي نص المحيط، مش محيط الدايرة، هو طول الأرك اللي هو الطول بتاع الدايرة دي. إذا ده نص المحيط، المحيط كان كام؟ 2 باي ار، نصه كام؟ باي ار على طول. إذا الكيرف ده أو الديستانس هسميها دي تساوي الباي في الار. كام الار؟ ب10. إذا هتساوي 10 هو 10 باي. السبيد ولكن هرمز لها برمز اس، تقول لي إن هي الديستانس أوفر التايم 10 باي أوفر التايم 15. بس كده هطلع لك حوالي باي على، لو قسمنا هنا على 10 مش على 1.5، شوف هطلع كام على حسب. تمام. 2 متر بر سكند. جميل يا شباب. هيفضل الفرق بين الفلوسيتي والسبيد. حلو جدا. نخش في حوار تاني بقى، ابلكيشن على 2 دايمنشنال موشن. واول حاجه هتلاقي البتاع بيكلمك عنها اللي هي حاجه اسمها البروجكتايل موشن. بروجكتايل موشن يعني ايه البروجكتايل؟ يعني انك ترمي حاجه. انا مثلا واقف هنا، رميت كوره. الكوره دي هتتحرك ازاي؟ هتتحرك كده، هتتحرك كده 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 كده. انتوا قاعدين صح يا شباب. وخد بالك ان انا قلت لك في الفيزيكس او اي حاجه يعني لما نيجي نتعامل بنعمل approximations، فاحنا هنلغي الريزيستنس بتاعه الاير، وهنلغي اي فورس بتاثر على الكوره، ونسيب حاجه واحده بس، الجرافيتي اللي هي الجاذبيه بتاعه الكره الارضيه. تمام. انا بالنسبه لي ده بيتحرك في 2 dimensional motion. ايوه بيتحرك اهو قدامك، بيتحرك في الواي طالع ونازل، وبيتحرك في الاكس ماشي اهو. صح يا شباب؟ صح. طب خلينا بقى كده ايه، نشغل دماغنا شويه ونبدا نشوف المسائل دي بتتحل ازاي وحواراتها ايه. اول يا رجاله ما يديني حاجه بتتزقل وبتتحرك في 2 dimensional motion، هبدا بالنسبه لي اخد دي عندي كده واقسمها لتو سيستمز. هقسمها تاني
لتو سيستم. تمام. سيستم يا شباب هكونسيدر فيه only الفيرتيكال موشن، يعني اقول ان الكرة دي هتفضل تطلع وبعدين هتيجي ثانية الفلوسيتي بزيرو بعدين تنزل. سيستم تاني هفترض ان الكورة ماشية في الاكس. انا بالنسبة لي لو ركبت الاتنين دول على بعض او لو خليتهم يحصلوا في نفس التايم هيحصل لي المنظر ده كده. جميل. انا بسط لك كل حاجة. تمام. حلو يا شباب. انت اما تيجي تحل هتحل ازاي؟ للاسف هتحل بتو سيستمز. للاسف الكلام ده مش هيجيب معاك سكة. تمام. الكلام ده مش هيجيب معاك. تو سيستمز شغالين مع بعض بطريقة متكاملة، يعني ده لازم تركبه على ده بحيث ان هو يديك المنظر ده. فانت هتحل بالتو سيستم. خلينا بقى نعرف خصائص كل سيستم لوحده كده زي الشاطرين ونكتبها في نفس السلايد وايه نبدأ نشغل دماغنا مع بعض دلوقتي. انا قلت لك في الاول ان احنا هنلغي اي فورس بتاكت على الحاجة ما عدا الجرافيتي. يعني انا بالنسبة لي هنا النت فورس تساوي زيرو في الهوريزونتال لان مفيش فورس بتاكت في الهوريزونتال، بينما هنا الفورس او الفورس على الماس اللي هي الاكسلريشن يعني اللي هي بتساوي الجرافيتي. تمام. تمام يا شباب. حلو جدا. اذا هنا الاكسلريشن بزيرو. صح. صح. اذا تقدر تقول ان الفي تساوي كونستنت. تمام. اذا عايز افهمك حاجه ان الاكس بتساوي الفي والفي في التي. صح يا شباب. مفيش اكسلريشن. مفيش اكسلريشن. الموضوع ده تفهمه اكتر مع الحل. انا عندي هنا بقى في السيستم ده كده زي الشاطر عرفنا حاجتين. عرفنا ان هو بيأثر عليه باكسلريشن، اذا هنطبق عندك الكاينماتكس ايكويشن. ايه هما لو فاكر؟ يلا يا شباب. الفي فاينل بتساوي يلا يا شباب في ايه؟ بتساوي الفي انيشال بلس الجي في التي. وعايز افهمك حاجه انت لو قلت لي اللي فوق بوزيتيف هيبقى اللي تحت نيجاتيف، وكده هتعمل لي مع الجي ان هي دايما نيجاتيف. لو قلت لي اللي تحت بوزيتيف هيبقى اللي فوق نيجاتيف، وهتعمل لي مع الجي برضو ان هي دايما بوزيتيف. فاهم؟ فانت معاك الريفرنس فريم. انا مش هتعامل معاك انا في الاشارات دلوقتي. ففرتكم مشغل دماغك من الفيديوهات اللي قبل كده. تمام. هقول لك ان دلتا اكس، وخد بالك من دلتا اهم من حياتك والله، تساوي الفي اي في تي بلس الهاف اي دي سكوير. وخد بالك ان الفي اف سكوير تساوي الفي اي سكوير بلس 2 a دلتا اكس. حلو قوي يا شباب والله جميل جدا. ده اللي انا كل اللي انا عايزه منك اهو دلتا واي بقى عشان احنا بنتعامل هنا مع بعض. تمام. وهنا دلتا واي كمان. تمام. حلو قوي. بما اننا قسمنا البتاع لتو سيستمز فانا عندي دايما كومبوننت الفيلوسيتي بيبقى تنجنت للباس. يعني انا مثلا همشي في السيرك في الباس في الحوار ده هلاقي الفيلوسيتي دايما تنجنت للباس، ده كده اتجاه الكومبوننت بتاع الفيلوسيتي. جميل. اذا انا بادئ بالاتجاه ده، بادئ مع زاويه سيتا مع الهوريزونتال، بادئ بفي انيشال. هل انا بما اني قسمت تو سيستمز لازم اقسمها ل Vx ولازم اقسمها للاسف يا رجاله ل Vy. للاسف عايز اقول لك ان ال Vy هتتعامل بيها في السيستم ده. السيستم ده هناخد ال Vy ونحسب عليه حسابات، والسيستم ده هناخد ال Vx ونحسب عليه حسابات. يعني هنا اقدر اقول لك ان ال V final للواي، وهنا ال V initial للواي، هنا ال VI initial للواي، هنا ال V final للواي، هنا ال V initial للواي. حلو أوي. جميل جدا. انا لما قلت لك واحنا بنقسم الفيكتور قلت لك ان الفي اكس بتساوي في نود كوزين سيتا، قلت لك ان الفي واي بتساوي في نود ساين سيتا. يا شباب علقتم ولا لسه؟ ان شاء الله لسه يعني ان شاء الله. تمام.
يلا بقى ناخد مثال كده وننعنش نفسنا ونفوق وناخد مثالين يعجبونا. حلو. ونشوف طريقة الحل تبقى ماشية عاملة ازاي والله. يلا بينا. أنا عندي واحد رمى كورة في الفيلوسيتي بالشكل ده، عاملة زاوية 30 مع الهوريزونتال، اداك الفيلوسيتي مثلا قال لك الفيلوسيتي بتاعي. حلو جدا يا شباب والله، ايه الجمال ده. اذا انا قلت لك بما انه مديك الفيلوسيتي ب 10، اول حاجه هتجيبها عندك الفي نود للاكس. لسه قايل لك كده، انت خلاص هتشتغل في 2 دايمنشن، هتقسم لي كل حاجه، والفي نود للواي. الفي نود للاكس يا رجاله بيساوي ايه؟ 10 كوزاين 30. 10 كوزاين 30 ثواني. اللي هي 5 روت 3. طب 10 ساين ال 30 اللي هي ب 5. ياه، انت كده قلت لي ان البتاع ماشي بفيلوسيتي 5 هنا، وماشي بفيلوسيتي 5 روت 3 هنا. كمل. انا عايز اعرف الرينج. صحيح نسيت اقول شويه مصطلحات. نرجع تاني معلش. المسافه اللي هو بيقطعها في الاكس دي اسمها الرينج. الهايت ده اعلى نقطه، يا نهار اسود، اعلى نقطه الهايت ده اسمه الهايت ماكس او الماكسيمم هايت، اعلى نقطه الجسم وصل لها. وعندها خد بالك ان الفي واي بتبقى بزيرو، يبقى الجسم بس عنده في اكس، يبقى الجسم عنده بس في اكس. جميل يا شباب، خلاص يعني. تمام. انا لو عايز اجيب الرينج هل هعرف يعني اقول لك في نوت الاكس في التي. انا معايا الفي نوت، بس هل معايا التي؟ لا. فاذا انا ما اعرفش اجيب الرينج، صح يا رجاله؟ طب التي هجيبه منين؟ التي للاسف هي التايم اللي البتاع طلع منها ونزل بعدها. يعني التايم هو التايم لحد اول ما البتاع طلع من الارض لحد ما يوصل الارض تاني. جميل. حلو قوي، حلو قوي. ده هجيبه منين؟ ده هجيبه من الواي. ده هجيبه منين؟ من الواي. صح ولا مش صح؟ صح. وخد بالك ان لو قسمت الكيرف ده اتنين هتلاقيهم تو ايدنتيكال بوينت. يعني التايم اللي خده هنا من اول بوينت الانيشال لحد النص هو من اول النص لحد البوينت دي. تخيل. طب يعني التايم من اول هنا لحد هنا هو اتنين التايم كله، يعني اتنين. يا نهار اسود، التايم كله هو اتنين في التايم من اول هنا لحد هنا. صح يا شباب؟ جميل جدا، جميل جدا. انا عايز افهمك حاجه، ان التايم في هنا عند الفي عند الواي هنا بكام؟ بزيرو. عند اعلى بوينت الفي واي بكام؟ بزيرو. عند اعلى بوينت الفي واي بكام؟ بزيرو. تمام. اذا عند اعلى بوينت الفي واي بزيرو. اذا خلينا نستخدم القانون من نستخدم ايه لو عايز اجيب هنا التايم؟ نستخدم ايه بسرعه يا رجاله؟ ها، نستخدم قانون، اسهل قانون، الفي واي الفي فاينل بتساوي الفي انيشال بلس الاكسلريشن في التايم. الاكسلريشن في التايم. هي انا عايز افهمك حاجه. يلا. انا حسبت ان الفي اللي فوق بوزيتيف، اذا الاكسلريشن عندي بايه يا رجاله؟ يلا. الاكسلريشن عندي بنيجاتيف، صح؟ اذا بتساوي 5 زائد او ناقص بقى 9.8 في تي. بس احسبها لي كده، او تعالى نفرض الاكسلريشن ب 10 على طول عشان ايه ما نتعبش نفسنا. تمام. اذا التايم يا رجاله بتساوي كام؟ سوري. التايم بتساوي كام؟ 2. 2 ايه؟ بتساوي نص، انا اسف. جميل. نص ثانيه. يعني عشان يوصل من الحته دي للحته دي قعد نص ثانيه. طب عشان يخلص التايم كله، أو عشان يخلص الدورة كلها قعد قد ايه؟ توتال تايم بقى. تايم توتال بتساوي 1 سكند. اذا يا اسطى الرينج بتاعك بتساوي الفي اكس 5 روت 3 في 1 سكند. يعني اللي هو كام يعني هو 5 روت 3 متر. ده صدفة والله، والله ما اقصد ان التايم يطلع 1. ماشي. دي كده جبنا الرينج، وكده جبنا التايم بتاعت الرحلة، وكده جبنا التايم بتاع نص الرحلة. يعني فاضل ايه؟ فاضل نجيب الهايت، ماكسيموم هايت، اللي هو خدناها والله خدناها. الدلتا واي. دلتا واي تساوي في، يلا، في اي تي بلس هاف اي تي سكوير، تمام. الواي لو افترضنا ان هو بادئ من عند الزيرو، انا هجيب الهايت من اول هنا لهنا. تمام. الواي بتساوي الفي اي تي، الفي واي 5 في التايم اللي هو بنص. خد بالك احنا عند نص الرحلة لسه. ها، بلس هاف في الايه، ها،
الايه بكام يا رجاله؟ والله يلا بسرعه عشان برافو عليكم. يلا يا حبايبي. سالب 89/10 مش 89/10 والله بحط ابوك. او 10 على طول يا عم، انا كل شويه اعملها كده ليه؟ ها سالب 10 هاف ايه تي سكوير. تي سكوير نص سكوير. نحسب ثواني. 5 في نص زائد نص في سالب 10 في 0.5 سكوير. يطلع لك إن الهايت اللي خده هو 1.25 متر. يا على الجمال يا. يبقى هو البتاع قطع 1.25 هنا، وقطع هنا 5 روت 3، وجبنا الفي اي، وجبنا الفي اكس، وجبنا كل حاجة. طب خد بالك الفي اكس هنا بكام يا اسطى؟ يلا شغل دماغك، انا قلت لك الفي اكس مش بيأثر عليها حاجة وبتفضل كونستانت وسط تايم. اذا الفي اكس هنا ب5 روت 3. الفي اكس هنا في اي حته ب5 روت 3، والله في اي حته ب5 روت 3. الفي اكس هنا ب5 روت 3، هنا ب5 روت 3، هنا ب5 روت 3، هي اياها في كل حته والله يا جدعان ماشي يعني. طب الفي واي هنا بكام يا رجاله؟ بزيرو. طب الفي واي هنا بكام يا رجاله؟ بماكسيموم. تفضل تنزل 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 تقل تقل لحد ما توصل لزيرو، بعدين تفضل تزيد بقى في النيجاتيف دايركشن، تزيد تزيد تزيد، بعدين توصل لنفس الفاليو اللي كانت عليها هنا بس بالنيجاتيف. حلو قوي. حلو قوي. يعني اظن كده الموضوع بدأ يبقى بسيط. تعالوا بقى كده ايه، نجيب شويه اسئله. اول سؤال يا رجاله مدينا ال ال vertical horizontal components في الهات velocity. قال لك ان ال vertical ب40 horizontal ب20. اذا طلع لي معطياتك كده. vy initial تساوي كام يا رجاله؟ تساوي 40 and vx initial. قلنا نقسمها لتو سيستم يعني لو فاكر والله. vx initial تساوي 8. حلو جدا. إيه بنجيب التايم منين يا رجاله؟ بنجيب التايم من الفي واي صح؟ بنجيب التايم منين يا رجاله؟ بنجيب التايم من الفي واي وحياتك. مش عارف اجيب الرينج غير لما اجيب التايم. التايم هنا انت ممكن تعمله على حاجتين، ممكن تجيبه بطريقتين. ممكن تجيب نص الرحله كانت كام التايم بتاعها، او ممكن تجيب الرحله كلها. طب عشان تجيب الرحله كلها، انا بادئ بفيلوسيتي واي كانت في الاتجاه ده. خد بالك ان وانا نازل كانت في الاتجاه ده. يعني خد بالك ان انا عايز اقول لك ان انت الفي فاينل عندك بقت بنيجاتيف 40. انت لو انت عايز تجيب الرحله كلها انا هجيب لك بطريقتين. نيجاتيف 40 اللي هي الفي واي فاينل بتساوي الفي واي انيشال اللي هي 40 بلس الاي في تي بلس سالب 10 في التي. حياتك خليك فاكر يعني انا قلت لك الفيكتورز حدد الدايركشنز بتاعتك، ما تلخبطش نفسك على الفاضي. جميل. بس احسبها لي كده بسرعه. هيطلع لك كام يا رجاله؟ هيطلع لك 8 باين. اذا التي ايكوال 8 صح. ادي اول طريقه، وجبت الرحله التايم بتاع الفلايت كلها على طول. تمام. في طريقه تانية صح؟ في اللي هو هنحسب التايم بتاع نص الرحله. الا وهو عند النص بالظبط هنلاقي التايم بزيرو. هنلاقي الفيلوسيتي قصدي بتاعت الواي بزيرو، وانت بادئ بفينيشال كذا زائد سالب 10 في تي هاف. تي نص الرحله صح يا رجاله. هنلاقي ان التي هاف، آسف، تساوي كام؟ تساوي 4. إذا التوتال تايم تساوي 8. 2 في 4 صح؟ بس خلاص جبنا التايم. خلاص أعرف أجيب الرينج. خلاص بقى ما عادش في حاجة. الآر الرينج تساوي الفي إكس في التايم تساوي 20 تايمز 8. تطلع لما تطلع بقى 0. 2 في 8 ب16 160 متر. هو عايز إيه؟ هو عايز توتال تايم of the flight and distance it traveled before hitting the ground. بس كده مظبوط تمام. حلو يا رجالة. دي أسئلة بسيطة جدا يعني والله، بس أنت حدد. قسم الفيلوسيتي بتاعتك ومن درجة تقسمها والله مسهل عليك على الآخر. وابدأ طلع لي التايم أول حاجة. التايم أول حاجة، وبعدين تقدر تطلع لي منه الرينج، وبعدين تقدر تطلع لي منه الهايت. وخد بالك وحياة أبوك هنا في بوزيتيف وهنا النيجاتيف. خد بالك خد بالك خد بالك من البوزيتيف والنيجاتيف. خد بالك من الدايركشن. قلت لي اللي فوق بوزيتيف يبقى الفيلوسيتي كلها اللي طالعه فوق بوزيتيف. قلت لي اللي فوق نيجاتيف يبقى الفيلوسيتي اللي طالعه فوق نيجاتيف، واللي تحت بوزيتيف. اعكس دايما صح. انا دلوقتي الاوبجكت بتاعي طلع لفوق، كان بيطلع لفوق اول لحد نص الرحله. بس خلاص يبقى الفيلوسيتي كلها بوزيتيف من هنا. وبعدين الفي فاينل لانها بدات الفيلوسيتي بتاعت الواي تزيد بس في النيجاتيف في الاتجاه اللي تحت، بدات الفي فاينل بنيجاتيف، عشان كده انا حطيت هنا النيجاتيف. صح يا شباب؟ بس كده تمام. ادي اول سؤال. السؤال اللي عليه الدور بيوصف او بيتكلم عن طياره
يقول لك إن في طيارة ماشية على ارتفاع، هو ادولك ثواني، 1 في 10 أس 2 متر، أو 100 متر من الآخر يعني. رمت أو drops a package of emergency rations to standard hikers as shown in Mafuka configured. plane is traveling horizontally at 40 متر per second. تمام. قال لك إنك عندك طيارة ماشية بسرعة 40 متر بير سكند على ارتفاع 100 متر. الباشا رمى صندوق، neglecting a resistance. محتاج تحسب ايه؟ شوية حاجات. the package where does the package strike the ground relative to the point at which it was released. الرينج من الآخر يعني. تمام. قالك إن إمتى الصندوق ده هيقع على الأرض، يعني مثلا في البوينت دي relative للبوينت، أو ابدأ من البوينت اللي هو اتريليزد منها اللي هي دي. تمام. هو عايز distance دي. حلو. دي أول حاجة. وعايز الار. what are the horizontal and vertical components of the velocity just before it hits the ground. بيسأل على ال horizontal and vertical components before it hits the ground، بالظبط قبل ما hits the ground بالظبط. what is the angle of the impact، وهت impact بأنجل قد ايه. يا رجالة حد يفكر كده بقى في الفيديو، حاول تحل. هو في الفيديو حاول تحل. أديك أنت بسيط. طيارة ماشية في الهوريزونتال ب40 متر بير سكند، لما ترمي صندوق، الصندوق ده سرعته كام؟ هيجي واحد جحش يقول لي سرعته 0. ده جحش. أنا عايز أفهمك حاجة. أنت وأنت واقف جوه الأتوبيس، والأتوبيس بيمشي بيك بسرعة 10 متر في الثانية مثلا، تمام؟ هل أنت كده ثابت ولا أنت بتتحرك؟ على حسب. لو أنا تبعا لحد قاعد معايا جوه الأتوبيس أنا ثابت، بس طبعا لحد بره فاحنا الاتنين بنتحرك، الشخص وانا والاتوبيس، صح؟ بالظبط كده. الصندوق ده بالنسبة لحد جوه الطيارة فهو ثابت، بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة ليا وانا واقف هنا، فانا شايفه بيتحرك في الاكس سرعة 40، اذا زي الشاطر هتعمل لي حاجتين. تقول ان الفي اكس initial تساوي 40، وتقول لي ان الفي واي initial تساوي 0. صح، لانه ما حدش قالك ان هو زقه لتحت، ما حدش قالك ان هو اداله دفعه مثلا في الاتجاه كذا، لا هو رماه اتجاه هوريزونتال عادي. انا عارف ان الحاله بيرفكت، بس انت بتتكلم في اسئله، طب هنعمل لك ايه؟ مديك حاجتين كمان. مديك الهايت ماكس بتساوي 100 متر، صح يا شباب؟ جميل جدا. السؤال خلص مصدقني. بص عايز افهمك حاجه. احنا كده بالظبط في الحاله دي احنا عند نص البروجكتايل موشن، احنا عند نصها بالظبط، يعني هنبدأ من النص نكمل للآخر. تمام. يعني هي الحالة لو أنا رميت صندوق من هنا، رميته في حالة بروجكتايل، بس الموضوع إن أنا بدأت الرحلة من النص. تمام. أنت زي الشاطر هتستخدم لي قوانين كاينماتكس عادي. تمام. تستخدم لي قوانين إيه يا حبيبي؟ كاينماتكس. إحنا كل اللي إحنا عارفين إن الفي إكس دايما كونستنت، الفي إكس دايما كونستنت، يعني الآر أو المسافة اللي هو عاوزها بتساوي ال40 في التايم. زي ما احنا عارفين التايم بيجيبه منين؟ من الفي واي. التايم بيجيبه منين يا رجالتنا؟ من الفي واي. حلاوتها معايا الهايت، ومعايا الفي اي واي، ومعايا الاكسلريشن اللي هي افرض زي ما انت عايز بقى بسالب 9.8. ايه الحلاوة دي؟ يا رجالة والله. فاكر يا رجالة دلتا اكس بتساوي في اي تي بلس اوف 8 سكوير؟ فاكر دلتا اكس بتساوي في اي تي بلس اوف 8 سكوير؟ فاكر؟ اذا دلتا اكس اللي هي 100، او دلتا واي بقى في الحالة دي بتساوي في اي تي، الفي اي بزيرو في التي بزيرو عادي، بلس هاف في الايه في التي سكوير. بلس هاف اي تي سكوير.
فانا اسف يا رجاله، هيبقى الاكسلريشن بالبوزيتيف، يعني احنا الصندوق بينزل لتحت والفيلوسيتي والاكسلريشن نازل لتحت، فانت الافضل لك تحدد الفريم بتاعك لتحت، فهي بوزيتيف بوزيتيف. جميل يا رجاله. انا اسف لانك اصلا الصندوق مرمي لتحت والاكسلريشن لتحت. هل ما فيش معايا ولا كومبوننت لفوق؟ مفيش ولا كومبوننت لفوق والله. فانت لا تحدد، فانت اسهل لك تحدد الاثنين اللي تحت بوزيتيف تريح دماغك، واي حاجه فوق نيجاتيف، فانت مش هتستخدم النيجاتيف خالص بما انك في الحاجه فوق. تمام. اذا هيطلع لك التي بحوالي، ثواني نحسبها، 100. تعال نفرض الجي ب10 بدل 9 دي زمن عشان ايه ما يحصلش اي لخبطه. روت عن 20 هتطلع روت 5. تمام يا رجاله، ده لو فرضنا الجي ب10 يعني. تقدر من هنا تحسب الار تساوي 40 في 2 جذر 8 في 2 جذر 5 تساوي 80 روت 5. صح يا رجاله؟ بس كده. ادي اول حاجه، جبنا الرينج، جبنا المسافه دي. تمام. 80 روت 5 متر. عايز horizontal and vertical component. عايز horizontal and vertical component. ال Vx ثابته معايا ب 40 في كل الاحوال، فانا اللي فاضل لي اجيب ال Vy final. ال Vy final عند التايم اللي احنا لسه جايبينه تساوي Vy initial اللي هي بزيرو بلس ال A في التي 9.8 أو 10 في 2 جذر 5، أنا آسف، يبقى 20 جذر 5. إذا التوتال بي تساوي روت 40 سكوير زائد 20 جذر 5 سكوير، تطلع لي 60. تطلع لي 60. جميل. آخر حاجة عايز الثيتا اللي الجسم واقع بيه. الثيتا دي هنجيب ال V، هنجيب ال X، هنجيب ال Y، وناخد تان شيفت تان الواي على الإكس. لسه واخدينها يا رجالة والله. تمام، يعني أنت المفروض تذاكر بقى. تان نيجاتيف 1 أو تان انفرس للواي 20 جذر 5 على الإكس 40. تطلع بقى، أقول لك أهو، تطلع 8.448 حاجة بقى جنبها. تمام. تمام يا رجالة، حلو أوي. يلا يا شباب، يقول لك a long jumper leave the ground at an angle of 20 to the horizontal with velocity or speed 11 meter per second. فكك، احنا نطلع كل حاجة وبعدين نبقى نشوف هو عايز ايه. تمام. عندي واحد، مترسمش بقى ايه الهبل ده، خليك في الفيكتورز على طول. leave the ground at an angle of 20، يعني السيرة دي بكام يا رجالة؟ 20 degree. طب الفاليو بكام؟ 11 متر بير سكند. أول حاجة هعملها هجيب ال Vx initial وهجيب ال Vy initial. ادي سيستم وادي سيستم تاني خالص. ال Vx initial equal 11 كوزين 20. طب تمام، عشان مش عايزين نقعد نقرب كتير، هنخليها 11 كوزين 20 ونتعامل على أساس كده. طب ال Vy تساوي 11 ساين 20. هنحدد الاتجاه اللي فوق هو البوزيتيف واللي تحت هو النيجاتيف. إذا الجي تساوي نيجاتيف 9.8. تمام. عاوزين نحدد التايم أول حاجة، نجيبه عن طريق الدلتا واي. مش الدلتا واي كمان، أنا مش سوري. ممكن نجيبه عن طريق ال VF equal VI. ماشي، ال VF بتساوي إيه؟ نيجاتيف 11 ساين 20 تساوي ال VI اللي هي 11 ساين 20 بلس ال A في ال A في التايم اللي هي نيجاتيف 9.8 T. إذا ال T هتجيبها عن طريق إنك تودي دي اليماني بالسالب. تمام، ثواني. نيجاتيف 11 ساين 20 sorry minus 11 ساين 20 over negative 9.8. تطلع الأنسر is about 0.9
0.6767 حلو جدا، جبنا التايم. بعد ما جبنا التايم نقدر نجيب الرينج، صح؟ نقدر نجيب الرينج أكيد. إذا الرينج تساوي ال Vx في التايم 11 كوزين 20 اضربها لي في الرقم 50. طبعا احنا لسه جايبين الرقم اهو، خدوه اضربه في الآلة الحاسبة كده هيطلع لك في 11 كوزين 20 طلع لك 7.9364. تمام، بعيدا عن الخط يعني 5 أو 6 عشان التقريب. تمام. طلعنا الماكسيموم هايت، طلعنا الرينج، طلعنا التايم. نطلع الهايت، نطلع الهايت يا باشا. الهايت هي البوينت اللي في واي عندها بزيرو، إذا الدلتا واي لو هي الماكسيموم هايت، دلتا واي تساوي الاتش تساوي في اي تي بلس هاف اتش سكوير، صح؟ في اي تي بلس هاف اتش سكوير. الفي اي بادئين بكام؟ 11 ساين 20. التايم لسه جايبينه 0.7678 في اي تي بلس هاف في الايه نيجاتيف 8.9 في التي سكوير اللي احنا لسه جايبينها، عشان لما حوار الكتابة على الكمبيوتر صعب شوية يا رجالة والله. تمام، هتطلعها بالآلة الحاسبة برضو. ثواني. إذن 11 ساين 20 في التايم بلس هاف في 11 أو في نيجاتيف 9.8 في تايم سكوير تديك أنا آسف يا رجالة، شفتوا وأنا مع بعض في غلط شنيع والله والله. التايم يا رجالة عند الماكسيموم هايت بيساوي الماكسيموم تايم اوفر 2. شفتوا ايه اللي حصل؟ بس الناتج طلع معايا بزيرو، والناتج طلع معايا بزيرو، فهو فعلا دلتا واي بزيرو، لان هو اما نزل عند نفس النقطه، فاذا دلتا واي عندك بزيرو او الديسبيسمنت عندك بزيرو، صح؟ بس كده، فانا التي هاف تساوي 0.7678 اوفر 2. شفتم؟ كنا هنزعل والله كلنا. 0.7678 اوفر 2 سكوير. ثواني، وهنا 0.7678 اوفر 2. تمام، هيطلع الانسر حوالي ثواني في المقص. تمام، 0.722 متر. حلو جدا، جبنا الهايت. هل في حاجة تانية ممكن تتجاب؟ والله ما اعرف بقى، فتعالى كده نشوف احنا جبنا كل حاجة ولا لأ. How long does it take for him to reach maximum height؟ قلنا ان هي تي اوفر 2، اللي هي عشان يريتش الماكسيمم هايت هي دي عشان يريتش الماكسيمم هايت، بينما عشان يخلص الرحلة كلها هي دي عشان يخلص الرحلة كلها. تمام يا رجالة، حلو. يعني عايز تخلي عندك، تخليك فليكسبل شوية. What is the maximum height؟ طلعناه. How far does he jump؟ يعني الهوريزونتال طلعناه. Use the equation to find the maximum height he reaches طلعناه. تمام يا رجالة، احنا كده دمرنا السؤال ده. السؤال اللي عليه الدور، السؤال ده عاجبني أوي لأنه هيخليك تطلع قانون بإيدك كده. تمام، يقول لك أثليت participate in a long jump competition leading into the air leaping in the air with velocity v node and angle theta node with horizontal, obtain an expression for the length of the jump in terms of v, theta and g. تمام، من الآخر هي عايزة تطلع قانون للدلتا x أو الرينج. الرينج قلنا إن هو بيساوي إيه؟ vx نود أو vx على طول لأنها كونستنت في التايم. تمام، معانا ال vx واخدين إن هي بتساوي v نود كوزين ثيتا. ايه اللي اتبقى لنا يا رجاله؟ ايه اللي اتبقى لنا تاني؟ اتبقى لنا عشان نطلع التايم، بقى لنا نطلع التايم. التايم هنطلعه ازاي؟ هنطلعه عن طريق
الواي، الكومبوننت بتاع الواي زي ما احنا قلنا. تمام. فالكومبوننت بتاع الواي كنا برضه طلعنا ازاي؟ قلنا الفي فاينل في الواي اللي هي نيجاتيف الفي واي انيشال ايكوال الفي واي بلس نيجاتيف جي في التي، نيجاتيف جي في التي. صح يا رجاله ولا ناسيين؟ مش في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، صح ولا مش صح؟ والله الفي فاينل عارفين ان هو لو طلع هيطلع بفي واي، هينزل بنيجاتيف في واي، صح؟ مش هينهي الرحله بنيجاتيف في واي بالظبط. تمام. هو بيقول لك في نود، مديك الفي نود على طول، فالفي واي بتساوي نيجاتيف في نود ساين ثيتا، صح يا شباب؟ ايكوال في نود ساين ثيتا ماينس الجي تايمز التي، ماينس الجي تي، صح؟ حلو جدا. زي الشاطر كده. يلا وديلي الفي الناحية التانية، هاتلي التي لوحدها في طرف، هنلاقي ان التي بتساوي، يا رجالة يلا شدوا حيلكم، الجي تحت، عندك فوق 2 في نود ساين ثيتا. ياه ايه الحلاوة دي. خلاص عوض بالتي بقى هنا على طول، هنلاقي ان الدلتا اكس بقت بتساوي في نود كوزين ثيتا، نسينا يعني نحط تي. تمام. في نود كوزين ثيتا في الرقم ده، في الاكسبريشن ده بتساوي 2 في نود سكوير ساين ثيتا كوزين ثيتا اوفر جي. عايز افهمك حاجه، ان 2 ساين كوزين بتساوي ساين 2 ثيتا، ودي هنا شويه في الماس يعني، بس هنتطرق لها قريب، ترجع ايدنتيز لو عايز تتعمق في الموضوع شويه. في سكوير ساين 2 ثيتا اوفر الجي. القانون ده يا رجاله والله تعرف تطبقه على اي حاجه او على اي مساله انت محتاج تطلع ده دلتا اكس من غير ما تجيب التايم بقى والكلام العك ده كله، معاك الثيتا بس والجي هتطلع، والفي نود معاك هتطلع كل حاجه. حلو يا رجاله. يا شفت يا عم الدنيا حلوه ازاي. ماشي. اديك طلعت قانون واحنا لسه بنسخن، استنتجته عن طريق شويه يعني بيزكس كده. تمام. حلو جدا. نشوف السؤال اللي بعده. اخر سؤال يا شباب، هنقفل الكونسبت دوت اللي هو الكونسبت التاني، ويبقى لنا كونسبت واحد اسمه relative velocity. Let's look to the question. Question says بيقول ايه بقى الكويستشن بتاعنا؟ A ball is thrown upward from the top of a building. تمام. at an angle of 30. واحد زي الكورة من أعلى مبنى ده angle 30 يعني زي ما موضح في الصورة. and with an initial speed of 20 موضح في الصورة برضه. as in figure ماشي. the point of release is 45 meter. الطول البيلدينج ده 45 meter. how long does it take؟ فكك من هو عايز دلوقتي، انا عايز افهمك حاجة. هو شفت محدد لك الكوردينيت سيستم بتاعه، تمام، ومديك هند. خد بالك احنا ده كله برضه بنحدد كوردينيت سيستم بس مخفي جزئيا، يعني هنا انا حددت ان ده عندي الزيرو، هنا انا حددت ان ده عندي الزيرو، فاهمني؟ فهو دلوقتي حدد لك كوردينيت سيستم على اساس انت بتحدده كل مره، بس احنا بنحدده بس في دماغنا، صح؟ تمام. احنا بنحدد البوينت دايما نفس البوينت اللي هو سأل منها بنحددها هي الزيرو، تمام، وده اللي حصل. حلو جدا. How long does it take for the ball to hit the ground؟ خد قد ايه عشان to hit the ground؟ تمام يا رجاله. الموضوع سهل جدا. عاوز منك حاجتين. عايزك تعتبر دي لحد هنا سيستم، وده السيستم اللي احنا لسه واخدينه، وعايزك تعتبرني الجزء ده سيستم تاني خالص. تمام يا شباب. حلو. عايزك تحسب لي التايم بتاعت اول سيستم، اللي اول بارت من الرحله، يعني احنا هنعمل الرحله على بارتين. اول جزء اللي هي الحته دي، تاني جزء اللي هي هيكمل فيها كده دي. تمام. تمام. حدد لي التايم بتاعت دي. التايم يا رجاله كنا بنجيبه منين؟ من الواي كومبوننت، من الفي واي، صح؟ التايم كنا بنجيبه منين؟ من الفي واي. الفي واي هاتها لي كده، هتساوي 20 ساين 30، صح؟ 20 ساين 30 اللي هي بكام؟ ب 10. يلا هات لي التايم بتاع الفترة دي، هات عن طريق قانون ال V final بتساوي ال V initial بلس ال A في T. ال V final بتساوي نيجاتيف 10، صح يا شباب؟ احنا قلنا المنطقة دي symmetrical، قلنا المنطقة دي ايه؟ symmetrical، يعني هو بدأ في velocity في الواي 10، هتبقى هي موجودة هنا 10 بس في عكس الاتجاه. تمام؟ حلو جدا. نيجاتيف 10 equal ال V initial ب 10 بلس ال A في T بلس نيجاتيف 9.10. هو عايز تحسب لك الاكسلريشن ب 9.8 ولا ب 10؟ ثواني نشوف اهو. هو عايز الاكسلريشن ب 9.8، تمام، فاذا بتساوي بلس الاف تي ماينس 9.8 لان الاكسلريشن في الجهه اللي تحت، خد بالك.
في التي، هتطلع لي التي من هنا، شوفها بكام كده الشطر. ثواني. نيجاتيف 20 اوفر نيجاتيف 8.9 تطلع لك 2.04 حاجات كده، 041. تمام، دي 1 والله يا رجاله مش 7. تمام. بس كده جبنا عند البوينت دي، وقلنا ان الفي فاينل عند البوينت دي بصه لتحت، الواي بصه لتحت، وبكام؟ 10. الحلاوه دي. بس هتجيب لي عند البوينت دي بقى هنا. تمام. هل انت معاك الفي فاينل؟ لا، يبقى هتلجأ لقانون تاني. معاك الديستنس، معاك الديسبيسمنت قصدي اللي هو اقطع، فاذا هتلجأ لقانون تاني، صح؟ بس كده اللي انت فاكره في قانون كده ما فيهوش التايم. في قانون ما فيهوش التايم، او ممكن تلجأ لقانون تاني، القانون اللي فيه التايم. تمام، اللي هو دلتا اكس بتساوي اي تي بلس في سكوير، صح؟ الدلتا اكس اللي هي او دلتا واي بقى هنا في الحاله دي 45 تساوي الفي اي تي اللي هي نيجاتيف، احنا قلنا كام؟ نيجاتيف 10 في اي تي في التايم بلس هاف في الايه نيجاتيف 9.10 في التي سكوير. عايز اقول لك حاجه، هو مشي لتحت، يعني دي كمان بنيجاتيف، خد بالك خد بالك، هو نزل لتحت مش طلع لفوق. طلع نزل لتحت يعني دي يعني الديسبيسمنت كمان بالنيجاتيف. تمام، ما تخليش حاجات زي دي توقعك. السؤال بتاعنا خلص، خد جزئيا. ايوه، خلينا نحسب التايم من هنا برضو. نيجاتيف 10 تي بلس هاف في سالب 9.10 في اكس سكوير. شفت سولف، هيطلع لي ان تي حوالي برضو 2.177. طب التوتال تايم بقى تساوي المجموع الاتنين، احنا قطعنا الرحلة دي وبعدين الرحلة دي، تساوي 2.047 بلس 2.177. تطلع لك على طول ب آسف 4.22. يا جمال، هل في طريقة أسهل من كده؟ أكيد في طريقة أسهل. إيه يا بقى يا أخويا الطريقة الأسهل من كده؟ يا أخويا الطريقة الأسهل من كده إنك ما تقسمش الرحلة خالص. تمام؟ يعني إيه ما أقسمش الرحلة خالص؟ يعني أنا هجيب الفي واي وهعوض في القانون على طول. الفي واي جبناها أنا و10، جبناها ب10، صح؟ الفي واي ايكوال بوزيتيف 10، الدلتا اكس او الدلتا واي ايكوال نيجاتيف 45. عايزك تاخد بالك ان هو نازل لتحت، تاخد بالك ان هو نازل لتحت. تمام، متنساش حاجه زي كده يعني. الجي تساوي نيجاتيف 9.8. سؤال بالصوره دي، سؤال بالصوره دي، عوض بالقانون دلتا اكس او دلتا واي بتساوي في اي تي بلس هاف سوري في 9.8 في سالب 9.8 تي سكوير. تعرف تطلع لي التي؟ يلا عوض في الآلة الحاسبة كده شوف هتطلع ايه. ثواني. نيجاتيف 45 ايكوال 10 تي بلس هاف في سالب 9.8 في تي سكوير. شيفت سولف، تطلع يا رجالة نفس الناتج الحمد لله 4.22. شفتوا الدنيا بسيطة ازاي؟ ولا العك اللي احنا عملناه ده كله حلو جدا. احنا على الأقل فهمنا المسألة عايز ايه بالظبط، أو جبناها بطريقتين، طريقة صعبة وطريقة بتاعت امتحانات اللي هتجري بيها دي. جبنا خلصنا اول معطى how long does it take. عايز the ball speed at impact. the ball speed at impact يعني السبيد بتاعت الكورة عند الحتة دي. خد بالك احنا جبنا التايم كان 4.22. كل اللي انا عايزه منك ان ال Vx مش هتتغير، هتفضل زي ما هي. Vx عرفنا اللي هي constant، فاذا هتساوي 20 كوزين 30. 20 كوزين 30 اللي هي روت 3 2 باين. ايوه يعني 10 روت 3. تمام، دي كده ال Vx. ادي اول حاجة جبنا. هنجيب ال Vy عند الامباكت بقى. ال Vy رجالة ممكن تجيب ال Vy بطريقتين، انا ناسي، اكيد مش ناسي يعني. ممكن اجيبها عن طريق الديستانس، وممكن اجيبها عن طريق القانون السهل اللي هو بتاع الاكسلريشن على طول. عن طريق الديستانس اللي هو في واي فاينل سكوير يساوي في اي واي انيشال سكوير بلس 2 اي دلتا اكس. القانون التاني اللي هنستخدمه اللي هو قانون ان الفي فاينل سكوير، الفي فاينل قصدي اللي انا محتاجها تساوي الفي انيشال اللي احنا كنا جايبينها ب10 بلس الاي في التايم اللي هي 9.8 او سالب 9.8 سوري في التايم اللي هي 4.22
هيطلع لك ان الفي فاينل بتساوي يعني 10 بلس سالب 9.8 في 4.22 تطلع لك ان الفي واي تساوي نيجاتيف 31.356. صح يا رجالة؟ فإذا عندنا الفي واي بصة كده والفي اكس بصة كده، إذا المحصلة بتاعت الفيلوسيتي بصة كده، وده اللي أنا كنت منتظره فعلا إن هي تكون بصة كده. ياه إيه الجمال ده! طب هات لي الماجنتيود بتاعتها اللي هو عايزه دوت فاين ذا بول سبيد. إذا ال v بتساوي الروت 10 جذر تلاتة سكوير زائد الرقم ده سكوير. هتشوف الرقم هيطلع كام، ثواني عشان أتأكد لك برضو. روت 10 جذر تلاتة سكوير زائد 31.356 سكوير تطلع يا رجالة ب 35.81 حلو جدا. خلصنا تاني معطى. عايز ايه؟ horizontal range. خلاص معاك ال dx ومعاك التايم رزعهم لي في بعض كده اضربوه بس هيطلع لك الرينج. طيب محتاج اجيبه، احسبها انت بقى كده. وكده يا شباب نكون حلينا كل مسائل سورية على اول شابترين، على اول قصدي كونسبتين في اللي مكتوبه في الشرح. كده هنكمل في تيست بانك، هنكمل في تيست بانك. اشوفكم الفيديو الجاي هنتكلم في الريلاتيف فيلوسيتي، وممكن نبدا نسخن بسؤال كده. اللي عايز يتك على الكونسبت ده شويه يفتح اورجانيك كيمستري، قناه على يوتيوب عادي والله، مش اورجانيك كيمستري خالص. اكتب بروجكتايل موشن هتلاقي فيديوهات بالهبل. اتفرج على اللي انت عايز تتفرج عليه، بيحل كتير بس هو عيبه ان هو ايه، هيديك القانون ويعوض بيه على طول، يعني مش هيفهمك اي حاجه. تمام، انا بتكلم على اللي عايز يتدرب على الاسئله يعني. وكده كل حاجه. اتمنى الفيديو يكون